اقول لكم حاجه بصراحه، يمكن انا حابب ان انا اتكلم فيها، وانا يعني انا عارف ان ممكن برضو الكلام ده هيزعل جامد يعني. انا بصراحه اول ما من بعد رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ، مع احترامي الكابتن خالد بيبو اخويا وصديق الملاعب، لا حصل فجوه ما بين اللعيبه وما بين مدير الكوره. كابتن سيد عبد الحفيظ حقيقي من اول ما راح انت شلت عنصر مهم جدا، اللي هو اللي بيقدر يظبط لك اوضه اللبس، اللي بيقدر يحتوي اللعيب، اللي بيقدر يتعامل مع اللعيبه بجد. اللعيبه دي قلت لكم قبل كده لازم تتعامل معاها بحب كاخ، وان انت كابتن كبير وصديق، وفي نفس الوقت بتتعامل معاه رسمي. تتعامل معاه يعني زي ما بيتقال كده ايه، لما بيغلط بيتحاسب. في حاله في جوه الملعب، وانا قلتها لو الناس رجعت الفيديوهات بتاعتي هتلاقي ان في حاله جوه اوضه اللبس مش مظبوطه، ودي يسال عنها كابتن